تخيل معايا ان الموبايل بيكون خفيف وشيك مع شاشة خرافية وكاميرا بصور سينمائية وبطارية تعيش معاك اليوم كله، ومعالج بيشغل لك اي لعبة على اعلى جودة وانت بتضحك. ده مش حلم، ده حرفيا اللي عملته شاومي في موبايلها الجديد سيف 5 برو. بس يا ترى هل الموبايل ده يستحق تدفع فيه كل الفلوس دي؟ وتابع معايا الفيديو للنهاية علشان هقول لك كل اللي محتاج تعرفه قبل ما تشتري. بس قبل اي حاجة متنساش تضغط لايك للفيديو ده وتشترك معايا في القناة لو كنتش مشترك عشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا نبدأ ونقول بسم الله. اول حاجه التصميم والشكل الخارجي. اول حاجه هتاخد بالك منها لما تمسك الموبايل دي هي الكاميرات الخلفيه، مش في النص زي العاده، لكن محطوطه في اطار دائري على الجنب كده وتحس انك ماسك حاجه فخمه. وعلى فكره في خامتين للظهر، واحده من الجلد والتانيه من الزجاج. كل نسخه ليها وزن مختلف، واحده 184 جرام والتانيه اخف شويه 181 جرام، وده بيخليه خفيف وسهل الاستخدام بايد واحده. والمفاجأة هنا إن الألوان الرمادي والذهبي والروز والبنفسجي وأبيض وبني وبخامة الجلد مميز جدا. وهنا بقى إيه أكتر لون عجبك فيهم؟ واكتب لي في الكومنتات تحب الجلد ولا الزجاج. تاني حاجة هنخش عليها هي الشاشة. الموبايل جايب شاشة أمولود بحجم 6.55 إنش وبتدعم 68 مليار لون، تخيل يعني، ومعدل تحديث 120 هرتز، يعني سلاسة في التصفح والألعاب. والدقة هنا 2750 في 1236 بكسل، والاتش دي ار 10 بلس يعني دولوبي فيجن، وده توصل ل 3200 نتس، يعني ولا شمس هتأثر على رؤيتك. وهنا لو بتحب تتفرج على افلام على الموبايل شايف المواصفات دي كفايه ولا تحب حاجات اكتر تاني؟ فتابع معايا نشوف بقيه الامكانيات معاك. تالت حاجه بقى نخش عليها الان، جايب لك بقى اقوى معالج من كوالكوم سناب دراجون 8 اس الجيل الرابع، قوة خارقة في الألعاب والتصفح والذكاء الاصطناعي كمان، مع نواة كورتن اكس 4 بتردد 3.21 هرتز، يعني هتشغل باودي وكول اوف ديوتي وشين امباكت كله هيشتغل على الآخر بدون لاج. وهنا انت لو انت جيمر، هل الأداء ده هيكفيك ولا محتاج معالج تاني شايفه أقوى؟ قول لي رأيك في الكومنتات. رابع حاجة نخش عليها الكاميرا. التعاون معاه هنا من شركة لايك الألمانية، وده معناه إنك قدام تجربة تصوير خرافية. الكاميرا الرئيسية 50 ميجا بكسل، والتانية وايد انجل 12 ميجا بكسل، والتالتة تليفوتو 50 ميجا بكسل مع تقييم بصري لحد 2.5 اكس، والسيلفي 50 ميجا بكسل برضه بتصوير فيديو 4K، يعني 60 فريم، يعني صور وفيديوهات سينمائية حقيقي. لو بتستخدم الكاميرات كتير، ايه اكتر ميزة بتدور عليها؟ هل الدقة ولا العزل ولا التصوير الفيديو؟ اكتب لي في الكومنتات. خامس حاجة نخش عليها البطارية. قفزة جامدة جدا في البطارية من 4700 في النسخة القديمة و 6000 دلوقتي، وده مع شحن سريع 67 واط، ويعني تشحن بسرعة وهنا هل البطارية دي كفاية ليومك كله ولا بتحتاج باور بانك برضه؟ اكتب لي رأيك في الكومنتات. سادس حاجة النظام والاتصال. بيشتغل على اندرويد 15 مباشر مع واجهة شاومي الجديدة هايبر او اس 2، فيها تحسينات للسرعة والتكامل مع الأجهزة التانية زي التابلت والساعات، وبيدعم واي فاي وبلوتوز وان اف سي وبصمة في الشاشة كمان. وسابع حاجة نروح للسعر. السعر هنا بيبدأ من حوالي 416 دولار، يعني تكتب لي في تحت في الكومنتات هل السعر ده شايفه مناسب ولا محتاج يكون اكتر او اقل. واخر حاجه الموبايل ده من وجهه نظري صفقه رابحه، تصميم جامد وشاشه اسطوريه وكاميرات متفوقه وبطاريه قويه واداء ناري. ولو انت بتدور على الموبايل متكامل في كل حاجه يبقى شاومي سيف برو هو اختيارك، مش هتندم عليه. وإذا عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك وسبسكرايب وفعل الجرس عشان توصل لك كل جديد، واكتب لي في الكومنتات ايه اكتر ميزه عجبتك في الموبايل ده. وطبعا كده يبقى احنا خلصنا فيديو النهارده، واشوفكم في فيديو جاي، ويلا سلام.